في مباراة ودية أقيمت يوم الاثنين 9 يونيو 2025 على ملعب المركب الرياضي بفاس، فاز منتخب المغرب على منتخب بنين بنتيجة 1-0. جاء الهدف الوحيد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بتسديدة عكسية خرافية من أيوب الكعبي عند الدقيقة 45 بعد تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء. سيطر المغرب على المباراة بنسبة استحواذ تجاوزت 60%، وخلق عدة فرص نارية، حيث أطلق 4 تسديدات على المرمى مقابل 0 لبنين. حاول منتخب بنين تهديد مرمى أسود الأطلس عبر مرتدات لكن دون جدوى، وأهدر فرصتين فقط. أجرى الطرفان تغييرات تكتيكية عديدة في الشوط الثاني، لكن النتيجة ظلت ثابتة حتى صافرة النهاية، لتختتم فترة التوقف الدولي بانتصار بشق الأنفس لصالح المغرب. يمكن القول إن المباراة كانت على مستوى فني جيد من طرف المنتخب المغربي، خصوصا في اعتماد الضغط العالي والتنويع في الهجمات، بينما أظهر بنين تنظيما دفاعيا جيدا رغم الخسارة. ورغم الضغط المغربي الكبير، لم يتمكن رفاق حكيم زياش من ترجمة الفرص إلى أهداف إضافية، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد انخفاضا نسبيا في نسق اللعب بعد إجراء المدرب وليد الركراكي لعدة تغييرات من أجل منح الفرصة لعناصر شابة والاختبار جاهزية البدلاء. من جهته اعتمد منتخب بنين على الهجمات المرتدة، لكنه لم ينجح في تشكيل خطر حقيقي على مرمى ياسين بونو، حيث لم يسدد أي كرة بين الخشبات الثلاث طوال اللقاء، واكتفى بمحاولات خجولة لم تشكل أي تهديد فعلي. اللقاء شكل اختبارا فنيا مفيدا للمنتخب المغربي، الذي أظهر بعض التحسن في الانسجام والانتشار داخل الملعب، مع بروز عدد من اللاعبين كأمين عدلي وعبد الصمد الزلزولي الذين قد يكون لهم دور أكبر في المستقبل. أما منتخب بنين فرغم الخسارة فقد أبان عن انضباط تكتيكي في الخط الخلفي، لكنه افتقر للحلول الهجومية. انتهت المباراة بفوز مستحق للمغرب، لكنها كشفت أيضا عن ضرورة العمل على الفعالية الهجومية وتحسين اللمسة الأخيرة أمام المرمى قبل خوض المنافسات الرسمية المقبلة. السيباري خير للجهه اليسرى، عمليه وشويه الصحراوي، دخول ديال بالعمري داخل منطقه الجزاء، تمريره عرضيه ولكن مباشره دمج بشكل ممتاز مع المنتخب الوطني. كره اماميه، محاوله مرور بهذه الكيفيه بالعمري، دخول داخل منطقه الجزاء، التصديد من جانب رحيمي ولكن كورته عن تسلل. ذكر انه 8 ديال التسديدات للمنتخب الوطني المغربي مقابل تسديده واحده. يعود منتخب البنين لاعاده الكره صوب الحارس، شوبيا تلف بالكيفيه نحو ستيف مولي، يلعب هذه الكره من جديد منتخب البنين، تسديده قويه والى خارج وقت الملعب. صحيح هذا من التسديدات النادره، لكن ممكن في اي لحظه انها تشكل خطوره. ستيف مولي حاول يلعب الكره في العمق التي تحضر في المدرجات.